بصي انا هقولك على حاجه الاول ممكن ما تطلعش من الكروشيه، شوفيها. لو طلع ما فيهاش حاجه وسليمه، يبقى كده طبعا العيب من الكروشيه. فلو العيب من الكروشيه اوعي تلعبي فيه ابدا، لازم تجيبي حد بتاع صيانه هو اللي يجي يعملهولك، لان ممكن يكون المسمار بتاعه اتفك شويه فاتحرك شويه من مكانه. واوعي تفكيه انتي ولا تلعبي فيه طالما انت ما تعرفيش عليه حاجه. ما تخبيش الخيبه اللي انا خبتها، يعني من قيمه 3 سنين بالظبط كده، 3 سنين. المكنه عندي القلب بتاع كنت حاطه المكوك، وقعدت فتره ما كنتش قاعده شغاله عليها بسبب الضغط بتاع الشغل عندي كان بره. فالمهم جيت قعدت عليها عشان اعمل عليها حاجه، فلقيت البيت بتاع المكوك قفش وكان جواه المكوك. فاعمل ايه بقى الفيلسوفه تعمل ايه؟ رحت فكيت البيت بتاع المكوك، البيت المكوك بالمكوك وكله طلعته. وعايزه اقول لكم بقى فضلت اسبوع بعاني ان انا ما بحبش ادخل حد بتاع صيانه عندي في البيت. فضلت اسبوع اعاني من الفيديوهات على النت ومن هنا لهنا لغايه ما عرفت اركبه، والحمد لله اسبوع بحاله. عارفين يعني ايه اسبوع بحاله؟ افضل اعمل فيه واخاف لحسن اعمله والابره تنزل تروح كسره الريشه اللي هي في بيت المكوك. فالصراحه كنت خايفه جدا. فانتي اوعي تلعبي في المكوك نهائي، في بيت المكوك نهائي. هو ممكن يكون اتحرك من مكانه. فتعالى انا اقولك على حاجه الاول، شوفيها ممكن تطلع هي وانتي مش واخده بالك. بس اهم حاجه تصلي وتسلموا تسليما كثيرا على سيدنا محمد. وتعالى اقول لك حاجه، هنقرب بس كده التليفون كده. بصوا شايفين ده؟ بصوا شايفين ده كده؟ الابره بتنزل كده. فممكن انت عندك الدواسه دي متحركه شويه فبتخبط الابره لما بتيجي تنزل. بص اوريها لك عشان خاطر ايه ما بسم الله. انا مش شايفه بتاع، ثواني اهي كده. بصوا الدواس ده كده ساعات ايه من كتر ما ايه بتكون انت شغاله بتغيري الدواس من هنا وبتغيري من الدواس من هنا، فما بتجيش تعدلي العمود بتاعه، تفكي العمود وتعدلي الدواس بتاع العدله بتاعته. فممكن وهو نازل كده فبروح خابط في الدواس وروح نازل تحت مكسور على طول. فممكن ده يكون عندك انتي هنا. بصي شايفه اهو، شايفين ده بيبقى كده متحرك كده، وتيجي تنزلي الابره تروح مخبوطه في الدواسه، وعقبال ما تنزل تحت تتكسر فتفتكر ان هي بتصد في الكروشيه تحت تروح مكسوره. فانت تعملي ايه؟ تعالى اقولك. شايفه ده كده في مسمار هنا كده، في مسمار بتروحي فكاه. المسمار اللي فوق ده مالكيش دعوه باللي تحت، انا بتكلم على اللي فوق هنا. ماشي؟ بتروحي ايه جايه كده وفكاه. بعد ما تفكيه تروحي جايه كده وظابطه. بصي شايفه الدواس بيتحرك معايا ازاي كده وكده اهو. تروحي جايه ظابطه كده وانت بتظبطي كده. لو انت المكنه بتاعتك ليها ركبه من تحت، ليها ركبه اللي هي بترفع الدواسه دي، ان انت بتحطيها عند ركبتك وترفعي بيها الدواسه، ما تجيش جنبيها خالص، اوعي تيجي جنب الركبه. انت تشيلي رجلك من على الدواسه خالص من عند الركبه وتبداي تفكي المسمار وتروحي منزله الابره بتاعتك تحت كده وتروحي ظابطه كده. شايفه؟ تظبطي تخلي الابره نازله في النص خالص والفتحه ايه المسافه دي على قد المسافه دي، وتيجي هنا كده وتروحي ايه رابطه. بسم الله. معلش بقى انا ايه كده قدام الكاميرا مش شايفه. وتربطي ايه جامد بقى، تربطي جامد. بصي اهو، شايفه اهو بينزل عادي خالص ما فيهوش اي حاجه. ممكن تكون الحته دي غايبه عندك ان انت بتغيري الدواسات وتيجي تحطيها فبتخشي كده الدواس، كل دواس بيختلف عن الدواس التاني والفتحه دي ما بتبقاش كلها واحده. ممكن تكون بقى العمود عندك ايه بيتعمل شويه كده الدواسات، فانت لازم تعدليها، لازم تعدلي الدواس بتاعك عند الفتحه مظبوط بالظبط. وشوفيه كده واشتغلي كده بالراحه وشوفي. لو لقيتيها الحمد لله يبقى العيب عندك كان من الدواسه مش من بيت المكوك، مش من المكوك ولا حاجه الكروشيه. ف انا مش عارفه بقى اذا كانت دي ايه، انت مش موضحه اصلا اذا كانت دي هي مكنه سنجر ولا مكنه اوفر. صدقني لسه واخده بالي دلوقتي من ان انت بتقولي الكروشيه ده الكروشيه ديت في المكنه الاوفر صح.
لا حضرتك، اللي انت لو بتعملي كده بمكنه كروشيه يبقى بيخبط في الابره بتخبط في الكروشيه، لا يبقى لازم تجيبي صيانه، لان كده الكروشيه متحرك برضو من مكانه وليه ظبطه معينه، مفكي كده بيتجاب، لا اما بيرجع لورا شويه، لا اما بيطلع قدام قدام شويه. فانت مش هتعرفي تعمليها لو انت ما شفتيش حد قبل كده بيعملها، لا اما تخشي على يعني في فيديوهات كتير جدا بتعرفك ازاي ظبط الكروشيه. انما اللي انت بتتكلمي عليها سنجر، يبقى اللي انا قلت لك عليه ده بص عليه، لو ان شاء الله باذن الله يطلع هو، فهتلاقي يعني ايه المشكله عندك ان شاء الله هتتحل. ما تنسيش بقى بدعوه حلوه كده من قلبك، ويا ريت تشيروا الفيديو عشان ناس كتير جدا تستفاد منه. وخلي بالكم المسمار اللي هنا ده، يعني انتوا المفروض كل اي دواس بدكم تحطوه لازم تظبطوا الشيمة عليه، وتظبطوا عدلة الدواس، تفكوا هنا وتبداوا تعدلوا الدواس هنا. وخلي بالكم كمان في حاجه تانية، الضغط بتاع المكنه دوت لازما يكون مرفوع شويه لفوق، ما تنزلوش لتحت وانت شغاله. لو لقيتي السنان طبعا معاكي في الحته، يبقى لازما ترفعي الضغط لفوق وما ترفعوش قوي، عشان خاطر وانت شغاله ممكن وانت شغاله كده لو اترفع قوي زياده عن اللزوم بيبقى وحش، ولو نزل الاول تحت بيبقى وحش. لو اترفع قوي ممكن وانت شغاله تلاقي الحته ايه بتمشي كده بعيد، لان الدواس مش حاكم على الحته. فانت تخلي الضغط مناسب ليكي ومناسب للخامه اللي انت شغالاها. ولو انت شغاله برضو ولقيتي الكروشيه، ولقيتي وانت شغاله المكنه بتعمل زي باص وكده من فوق، خياطه من فوق كده، من فوق من هنا، فدي بتبقى عيب من المكوك. لو انت شغاله بتلاقي في حبيبات كده باينه من الخياطه من فوق، بتبقى عيب من المكوك. بصوا شايفين المسمار ده كده، بتروحوا ايه رابطينه شويه كده، بصوا وتمسكوا كده وتشوفوا وتحطوها، لقيتوها لسه زي ما هي تروحوا رابطينه كمان، بس ما تربطوش قوي، وتحطوا وتجربوا لغايه ما يتظبط خلاص. والعكس بقى، لو لقيتوا الخيطه من تحت عامله باصو، بيبقى من حاجتين، لا اما من هنا بيبقى مش مظبوط، لا اما من الركبه تحت وانت شغاله بتريحي على الركبه فبتعمل باصو منه تحت، الركبه اللي هي تحت اللي انت بترفع الدواسه دي، شايفينها؟ فيا ريت بقى تحفظوا المعلومات دي عندكم وتشيروها في نفس الوقت عشان خاطر ناس كتير تستفاد منها. سلام.